ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشرح مهاره الستيب اوفر او مهاره المراوح زي ما ناس كتير قوي بتقول عليها. المهاره دي من المهارات المهمه جدا والاساسيه في طريقه لعب اي محترف، لان هو بيقدر عن خلالها ان هو يهوش على الكوره ويطلع في الاتجاه اللي هو عايزه. تعالوا نشوفها بتتعمل ازاي. تعالوا نكبر الاول الجويستيك بالطريقه دي عشان نشرح عليه، بعد كده نشوف اللعيب بيعملها ازاي. الستيب اوفر بتتعمل برضو بانالوج بالار اللي هو ده، بتتعمل بالار. الار ده اللي هو انالوج المهاره. بنعمل ايه؟ بنبتدي من اتجاه اللاعب. يعني لو اللاعب ماشي كده، ده الاتجاه مثلا، انا هبتدي او كده مثلا هبتدي من اتجاه اللاعب. لو لعيب ماشي كده اتفقنا، هبتدي من اتجاه اللاعب كده واعمل ربع دايره لفوق او ربع دايره لتحت. اي واحده فيهم هتعمل الستيب اوفر. تمام. في نفس الكلام لو هو ماشي مثلا كده، فهعمل ربع دايره بس هبتدي بالار من اتجاهه. اللي هو مثلا لو ماشي كده هبتدي من اتجاهه واعمل ربع دايره كده او ربع دايره كده زي ما انا عايز الاسهل لي. ولو هو ماشي كده هبتدي برضو من اتجاهه واعمل ربع دايره كده او ربع دايره كده. طب لو ماشي كده برضو هبتدي من اتجاهه واعمل ربع دايره كده وربع دايره كده كده او كده براحتي. تمام. تعالوا نشوف بقى اللاعب بيعملها ازاي في الارض. تعالوا شوف اللاعب في الملعب سوري بيعملها ازاي. ادي اللاعب اهو، مثلا هو ماشي كده فهبتدي من قدامه ربع دايره كده. بصوا اهي دي الستيب اوفر كده، واغير الاتجاه زي ما انا عايز. مثلا كده اهي ربع دايره كده، اهي ربع دايره، او لفوق ربع دايره برضو. بس على حسب الاتجاه اللي انت هتطلع بيه من المهاره، هو ده اللي هيروح فيه اللاعب. يعني مثلا انا ماشي كده وعملت ستيب اوفر كده وطلعت كده. بصوا الطريقه دي يعني من احسن الطرق اللي ممكن ترقص بيها لاعب واحد على واحد. او مثلا لو انت ماشي وفي لاعبين مثلا جايين يقفلوا عليك، ممكن تعمل كده وتروح رايح في حته من الحتت اللي انت عايزها كده مثلا اهو. طب لنفرض انا ماشي كده اهو، كده ماشي لقدام كده اهو، كده اهو. تمام اهو كده كده كده. ستيب اوفر بجد من المهارات المفيده جدا. جربها واكتب لي في الكومنتات بقى ايه رايك فيها. ولو اول مره تشوفني بقى يا معلم، لايك وسبسكرايب وشير. سلام.